السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الأمة وشفيعها محمد عليه الصلاة والسلام. مبروك عليكم أخواتي هاد الأشهر الحرم الطيبة المباركة، الله يدخلها عليكم بالصحة وله لا يبتالي شي حد فيكم أو شي حد عزيز عليكم أو كيف ما كان هاد الحد، واللهم تعالى يبعد عليكم الأسقام، يبعد عليكم الأمراض، ويبعد عليكم كل شيء، وأدام الله عليكم كل الصحة والعافية. أخواتي، اشتقت لكم كثر ما نتوما اشتقيتوا لي، والله على ما أقول شهيد. اشتقت القناة ديالي، اشتقت بزاف الحوايج كنت كنتقاسم معكم. ها أنا دا إخواني أخواتي بالصوت والصورة. دازت عليا واحد السنة شوية، شنقول لكم، لهلي يعطيها لشي مسلم. سنة شوية حزينة، وسنة افتقدت فيها واحد الصديقة اللي سبحان الله ما عمري ما كنت كنتصور أن الصديق يعني كيخلي الآثار ديالو في الصحة ديالنا بعد الوفاة ديالو، والحمد لله على كل حال. كيف ما كتشوفوا إخواني أخواتي، هاد القصة ديال هاد العام راه ميمكنليش نحكيها لكم في هاد الفيديو، ربما غنعزل اللايف نحكيوها ان شاء الله، ونتكلم لكم ونحكي لكم القصة اللي كانت شوية قصة حزينة جدا 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 جدا، والحمد لله على كل حال. إخواني أخواتي، اليوم ارتأيت أنني نتقاسم معكم واحد النوع ديال سلو بطريقة ثانية أو الطريقة الثالثة اللي خدمت معكم سلو، طريقة مغايرة كنتمنى أن تنال الاستحسان ديالكم. أول حاجة أخواتي، عندي 2 كيلو ديال الزنجلان اللي غادي نحمرهم ونخليهم على جنب. عقلوا معايا، 2 كيلو ديال الزنجلان اللي غنحمرهم ونخليهم على جنب. عندي 2 كيلو ديال اللوز، كيلو نديرو كيلو غادي نحمرو بقشرته، وكيلو غادي نفسخو وغتشوفوا معايا شنو غادي ندير به. عقلوا معايا إخواني أخواتي، 2 كيلو الزنجلان محمرين بهذه الطريقة، 2 كيلو ديال اللوز، واحد محمر بقشرته في الفران، واحد غادي نفسخو. اللي غنفسخ غادي نقليه ونهرمشو ونخليه جانبا، والشي الاخر غتشوفوه معايا بالتدريج. كنحمروا هكذا الزنجلان البنات وهو فازق حتى كينتفخ الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. اللوز ديالي يلا كطلع فيه الغاليه كنحيدو كنفسخو، خليه حتى كينشف، كنقليه وكنطحنو بحال اللوز كونكاسي، شي شويه مهرمش، نخليه شويه مهرمش كيف ما كتشوفوا معايا. والنصف الاخر غادي تشوفوه معايا. كناخذ هذا اللوز اللي فسخت الكيلو غادي نهرمشو بحال هكذا ونخليه اخواتي على جنب. كلكم ربما جل الاخوات عندهم هاد الماكين، اللي ما عندكمش هادي ديروا ديك اي حاجه عندكم غطحنوا غتهرمشوا فيها. الكيلو الاخر حمرتو هكذا قشرتو، خشيتو في الفرن حمرتو بقشرتو. غادي ناخذ مقلاة اخواتي غندير فيها 200 غرام ديال السكر الاشقر او السكر البني، غادي ندير ليه واحد لا كاراميليزاسيون، غادي نرجعو كراميل. درت فيه قريصه ديال الملحه وما غنحركش البوطه حتى يبدا نحركش عليه، ما نحركوش بلوتو حتى يبدا هاد المقله ما كتلصقش السكر في الجوانب. كنبقى عليه هكذا حتى كيبدا، وكنعرفوا ان السكر الاشقر ألذ من السكر الابيض وخفيف عليه شويه بالحلاوه. كنبقى كنحرك اخواني اخواتي حتى يولي عندي ان كراميل. وغتشوفوا الاضافه اللي غنزيد فيه باش غادي نسم هذا الكراميل. هنا قرب زعما يولي يذوب كله. هنا البنات غنزيد فيه واحد الفاني، ان ساشي د فاني ديال بوربون،
واللي ما عندهاش بوربون دير اي حاجه. الساشي د فاني ديال بوربون هذا فيه واحد البنه رائعه جدا، وغادي يجي غيعطي واحد اللمس، غادي يعطي واحد اللذه لهذاك اللوز اللي غنكبو فيه هاد الكراميل. حيت ان شاء الله داك اللوز اللي حمرنا بقشرته غنطحنوه بهاد الكراميل هذا، ولكن حتى يقصح الكراميل فوق منه. كيف ما غتلاحظوا غادي تشوفوا معايا جاو لي تيكستور ديال هاد السلو اروع من الروعه كيف ما كنقول لكم. صافي البنات، هنا الكراميل ديالي كله داب، وهنا غنكبو فوق من هاد اللوز هذا. كبيته فوق منه حيت بنات اخواتي كنصور بيد وحده. كيف ما كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، هنا خليته حتى قصاح، وغنديروه في الماكينه، والاله ديك الاله العجيبه اللي كطحن بحال كنطحنوا ان براليني، بحال غادي نطحن ان براليني. غيولي عندي ان براليني ولكن عنده داك لو غو ديال لافاني بوربون. ما عندكش بوربون ديري فاني عادي. غادي نطحنوا البنات، سمحوا لي هنا راه ما كنشوفش، المهم غادي نبقى حتى غنسدها كنحل عليها وكنرجع داكشي اللي طلع كنرجعو للوسط، وكنبقى نطحن 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 حتى يولي عندي بحال الشكل ديال املو. وما تصوروش الريحه ديالو كيفاش طالعه. السكر البني مع لافاني جا كيحمق، وباش تعرفوه تطحن حتى كيبان لكم هنا خارج كيخرج من الجوانب، وما تيكونش سخون بزاف البنات حيت حنا اللي كنتحكموا في الماكينه. لاحظتوا ما خارج منه لا بخار لا حتى حاجه، كيتطحن لينا بحال هذا، بحال البراليني. صافي البنات، هنا كنخليو هذا يبرد على جنب، وغادي نمشيو للزنجلان. هذا اللوز درنا فيه كراميل بلا فاني بوربون، ولكن الزنجلان غنطحنوه بسميتو بالسكر البني عادي. نتوما غتشوفوا معايا، ها هو كي درت هنايا الزنجلان كيلو، ودرت السكر البني فوق منه 200 غرام ديال السكر البني، ودرت واحد الساشي حتى هو درت فيه فاني ديال بوربون وطريق. ملي تطحن الزنجلان البنات الطحنه الاولى كنزيد فيه واحد الساشي ديال فاني بوربون، وكنزيد فيه 3 ديال القطع ديال الشوكولا نوع جيد نوع جيد. وهنا البنات غنكب واحد يعني تقريبا واحد الكاس ديال اتاي ديال زيت الزيتون اللي كتكون ديال هذا العام، اللي كتكون حلوه وطيبتها زوينه، ماشي اللي فيها الريحه راكم عارفين، ولا ديك زيت الزيتون البكر الحلوه راه ولات كتباع. المهم ضفت واحد الكاس ديال اتاي مع الزنجلان. وبالمناسبه اخواتي انا درت 400 غرام في هذا السلو كامل ديال السكر البني. ممكن تزودوا الكميه حتى نص كيلو اللي بغى، انا حيت هذا جات الحلاوه ما زايداش وما ناقصاش، حيت اللي في البيت كلشي كياكل البنات، هذا كياكل الحلاوه. صافي البنات، من بعد ما طحنت الزنجلان كيف ما كتشوفوا جات الطيبه ديالو رائعه جدا. وهنا البنات غنشوفوا المقادير. حبه حلاوه النافع البلدي، ماشي البستاني، النافع البلدي، ماشي داك الخضر فيه غير الملون. كيف ما كتشوفوا البنات، حبه حلاوه والنافع البلدي. البنات انا راني كندير مثلا حبه حلاوه والنافع بالمعلقه، وهذا كتشوفوني غندير 2 معالق وهذا، ولكن في الاخر ضروري ما تذوقي سلو، لا خاصو شي حاجه غتزيديه، لا ماشي غنبقاو منحاصرين في 2 معالق 3 معالق 4 المعالق. انا هاد السلو هذا درت فيه 3 المعالق كبار من كل حاجه، قرفه، حبه حلاوه والنافع البلدي. هنا كيف ما شفتوا هذا هو اللوز اللي درت معاه الكراميل وطحنته، وهذاك الزنجلان اللي طحنته بالسكر البني، و3 ديال الطريفات ديال الشوكولا من نوع جيد
وعندنا المسكه حره البنات والمليحه، وشيط شويه من الزنجلان شويه من اللوز زليفه باش نزوق. هنا غتشوفوا معايا البنات هذا اللوز، داك اللوز اللي هرمشت، واحد درتو بخاليني وواحد تفسختو هرمشتو بعد ما قليتو. هنا البنات الزنجلان نص داك الكيلو اللي بقى، نص كنخليه صحيح، نص كنهرمشو كيف ما كتشوفوا البنات. حكيت واحد شويه د الكوزه، واحد نصف حبه د الكوزه. هذاك كيلو ديال السكر كيلو ديال الطحين ديال القمح الكامل، وهنا كيلو ديال الطحين الابيض حمرتهم بجوج. وهنا البنات 3 المعالق ديال حبه حلاوه، 3 المعالق ديال الزنجلان مطحونين، درت 3 المعالق البنات في الاخر هي زدت، والقريفه حتى هي 3 المعالقات، ومعلقه د المسكه حره حتى لجوج. قد ما كتكثري فيه القوام قد ما كيجي لذيذ. المهم لا نفرط. والحلاوه كيف ما قلت لكم نتوما وكيفاش كتبغيو، ربما تقدروا تنقصوا هذيك 400 غرام ديال السكر الاشقر او السكر البني، تقدروا تنقصوا منها. المهم من بعد ما درت الملحه ودرت المسكه ودرت هذا النواشف كلهم كنجمعهم بوحدهم نخلطهم هما الاولين. كيف ما كتشوفوا عقلوا معايا، الزنجلان طحنته بكاس صغيور ديال اتاي ديال زيت العود، حيت ملي كنزيدوا الشوكولا ضروري ما كيبقاش سائل بزاف. هذيك الزويته بلديه هي اللي كتعطينا هذا. واللي بغات انا غنضيف جوج البنات، 2 كيسان ديال الزبده نوازيط اللي محيد منها الحليب في الاخر اللي غتشوفوني غنضيف. ضروري ما نبغي نكهو بهذه الطريقه هذه. واللي ما بغاتش دير الزبده دير زيت الزيتون. البنات والله الذي لا اله الا هو، ملي غتذوقوا هاد لي تيكستور اللي في هذا السلو غادي تجيكم واحد البنه غريبه الشكل ولذيذه ما بين العصرانه والبلدي. جا غزال. زدنا البنات السوائل من بعد ما بسبسنا هذيك النواشف كيف ما كتشوفوا البنات. وهنا غندخلوا زيت الزيتون و2 كيسان ديال اتاي، ماشي ديال العنبه، صغر من ديال العنبه، ديال الزبده. وكتعرفوا سلوا على حسب الطحين، بغيتي تزيدي تقدري تزيدي سميتو لي ليكي، تقدري يجيوك هما هادوك. انا هاد المقدار هز ليا 2 كيسان ديال الزبده اللي ذوبت وحيد منها الحليب. قولوا الزبده نوازيط كيف ما كتشوفوا. زدت كاس ديال زيت العود، هادو كيسان ديال اتاي صغيورين، وكنبقى ندلك حتى كيولي سلو عندي مجموع كيف ما كتشوفوا البنات. حطيت حدايا الزبده زايده، ساعه اكتفيت ب2 كيسان ديال الزبده فقط، وكاس ديال الشاي من زيت الزيتون. ايوا مكندلك البنات، ندلك حتى غادي نبرد عليه الغديد وغيطلق ليا ديك الزيوت كامله اللي فيه. من بعد ما غادي نضيف الكاس ديال زيت العود. هاد الزيت العود ديال هاد العام البنات ومن زيت العود الحلوه عندكم ديروا ليا شي زيت ديال داك ديال تكون رائحه ديالها ماشي هي هذيك، وتقولوا ما فدوى غير كذبات علينا. اخواتي كنتمنى انكم تجربوا هاد السلو، وكنتمنى ان شاء الله تاكلوه بالصحه والسلامه، وكنتمنى ان يدخل عليكم هذا رمضان وانتم خاشعين وكلكم قلوبكم اقرب الله سبحانه وتعالى. الفيديو البنات كنت حد هنا، استسمح الا كان شي خطأ لفظي او لغوي، لان اول فيديو غنحط لكم بعد عام ديال انقطاع القناه. لا فيديو حبيباتي سالت حد هنا. دمتم في رعايه الله، الى لا بروشين فيديو بحول الله تعالى.